القطة الصغيرة دي وقعت من الدور الخامس ورجليها الاتنين اللي ورا اتكسروا تماما، وكل الدكاترة اللي راحوا لهم قالوا لهم ان الحل الوحيد هو بتر الرجلين دول لانهم مش هينفعوا تاني. واخيرا نزلت تدريب في عيادة في القاهرة، واول حاجة دخلت عليها هي الاستضافة عشان اشوف الحالات الموجودة في الاستضافة. واول حاجة قابلتني الكلب الجميل ده. الكلب ده جاي انقاذ، ناس سابته قدام العيادة في كرتونة، وكان مش بيقدر يمشي على رجلينه اللي ورا خالص، حرفيا كانت ما بتتحركش. والحمد لله بعد مدة من العلاج مع الفريق الطبي للعيادة، الكلب زي ما انتوا شايفين رجع زي الفل وبيقدر يتحرك بنسبة كبيرة على رجلينه اللي ورا، ولكن لسه ما تعافاش بشكل كلي، ولما يتعافى هيطلع تبني. بعدها لقيت القطة بسبوسة، ودي قطة صغيرة وقعت من الدور الخامس تقريبا، فرجليها الاتنين اللي ورا اتكسروا وركبوا لها مسامير في رجليها الاتنين اللي ورا. بعدها طلعوا بسبوسة من البوكس علشان تاخد العلاج بتاعها وترجع تاني. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة، قطة غلبانة جدا وحالها دلوقتي يصعب عليك. فاللي معاه قطة صغيرة يا جماعة لازم ياخد باله منها كويس قوي وما يسيبهاش تروح البلكونة. بعد كده بدأنا نطلع الأدوية بتاعت بسبوسة، وأدويتها كتير للأسف لأن حالتها صعبة. وبسبوسة بمجرد ما بتشوف بس الأدوية فهي بتعرف اللي جاي لها، وزي ما انتوا شايفين أول ما بتشوف الأدوية بتبدأ تطلع رغوة من بقها. تقول لي هي بتعمل الرغوة دي ليه؟ تعال أوريك. يعني بص دلوقتي بعد ما خدت الدواء طلعت الدواء ده كله تاني على هيئة رغوة. فهي بتعمل حركة الرغوة دي بمجرد ما تشوف الأدوية، بتستعد ان هي اول ما تاخد الدواء تنزله كله تاني. تقول لي طيب كده هي ما خدتش حاجة؟ اقول لك لا، الدكتورة بتزود الجرعة لان هي عارفة ان هي هتنزل كتير قوي من الدواء اللي هتاخده، فبتزود لها الجرعة. والحمد لله اهي هديت بعد اول دواء. وبعد كده بدأنا نجهز لها الدواء التاني، وزي ما انتوا شايفين كالعادة القطة دي يا جماعة اوفر. يعني الدواء مش بالصعوبة دي، غير ان ده دواء شراب، يعني الموضوع مش بالصعوبة دي. انا مش عارف هي بتعمل كده ليه. هي كل ما تشوف دواء بتتشنج وبتقعد تستعد بقى ان هي تنزل الدواء بعد ما تاخده تاني، وحركات غريبة. وهكتفي معاكم لحد هنا، وهتلاقوا الفيديو موجود كامل عندي على القناة. اما دلوقتي سلام.